تاني اسألني في رمضان وأسئلتكم الذكية المبهرة. ايه يا دكتور الأسباب العلمية اللي بتخلي إنسان يجيله خمول وتعب بعد الفطار، يفطر من هنا ويشدوا الفيشة من هنا؟ ودي حاجة بتحصل لنا كلنا. مبدئيا كده في 4 أسباب أساسية لازم نركز عليها. أول حاجة هيمودايناميك، يعني دورة الدم بتتغير خالص، الدم ببساطة بيتسحب كله على الجهاز الهضمي. وهنا برضو في سبب من 2 كبار، يا اما انت كواليتي الدم بتاعتك مش قد كده فانت عندك انيميا، فلو سمحت روح دور على القصة دي، يا اما انت كلت وجبة كبيرة قوي قوي او تقيلة قوي 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 فاضطرت انها تسحب منك كل الدم، او الاتنين مع بعض، وده سهل جدا ان هو يتم معانا هنا. تاني حاجة مهمة جدا هي الهرمونال امبالانس، يعني انه السكر طلع مرة واحدة ونزل مرة واحدة، وده برضو ممكن يحصل في حالتين: لو كلت حاجة مسكرة قوي وسكرها عالي قوي، واحنا يعني ما اكثر اكلنا والكنافات والحاجات اللي احنا بناكلها، يا اما انت عندك مسبقا مقاومه انسولين، ده بنسميه شوجر راش، السكر يدخل مره واحده كده يروح طالع ومطلع انسولين كتير جدا وهوب نازل، دي بيحصل بعدها شات داون ابن لذينه. الحاجة الثالثة انه ممكن يكون الاكل ده بيطلع كيمياء معينة في مخك، على رأسها السيروتونين والميلاتونين. السيروتونين اللي هو هرمون السعادة، ده معناه انك انت ما بتعرفش تطلع السيروتونين غير من الاكل يا استاذ. وهنا برضو حاجة من 2، يا اما حياتك قبل الفطار كان دمها تقيل وسيدنتري ومفيش فيها اي حركة، يا اما عندك خلل في الجهاز الهضمي. الميلاتونين غالبا بيطلع من اكلات معينة، الموز والتركي والحاجات دي، في ناس بتبقى حساسة اكتر من غيرها، فلما تاكل الحاجات دي تنام. وطبعا اخيرا الديهايدريشن، لو انت ما انتش مكفي جسمك كويس ميه وسوائل من قبل ما يحصل الامساك، وتعرضت انك انت فقدت سوائل كتير، بمجرد ما تشرب ميه هتبقى كانه يعني زي برضو شات داون كده بيحصل. زي نفس القصه مع الكافيين، لو انت كافيين ديبندنت معتمد ومدمن كافيين، حتى بعد ما تشرب القهوه بيحصل اللي هو طالع نازل ده هوبا، يعني الخمول الرهيب ده. فالمهم يعني لو عندك هذا العرض، اول حاجه انصحك بيها تقسم الوجبات، تبعد عن الاكل التقيل، تبعد عن الاكل المسكر قوي او السكر عالي. لو بعد ما عملت كل ده الدنيا مش تمام، انت ممكن نفكر في ان انت مجهد نفسيا او جسمانيا، عندك حاجه اسمها اجهاد قدري، هنحتاج ناخد فيتامين بي، مغنيسيوم، وكمان ندور على الانيميا، لانه ممكن ده يكون الاكسجينيشن مش احسن حاجه، فلما الدم كله بيروح للمعده بعد هذه الاحداث الجسام اللي بتحصل على الفطار يحصل هذا العرض. وتطمن انك انت بتنام كويس، واثناء الصيام انت اكتف، انت مش خامل. سؤال جميل جدا جدا جدا، شكرا.